لو فاكرين ان المكرونة يعني صلصة وبشاميل وبس، يبقى لسه ما فاتكم كتير. النهاردة هنروح لقلب دمياط عشان نعرف سر العزازية، قوام الكريمي والوش المكرمل والريحة اللي بتجيب لآخر الشارع. لو عاوزين تعرفوا ازاي بشوية مكرونة ولبن نطلع العظمة دي، شايفين الجمال وشايفينها قد ايه هي متماسكة؟ يعني هتعمليها من اول مرة وكأنك هتبقي خبيرة فيها. كملوا الفيديو ده، ما تنسوش دعموني باللايك والاشتراك. يلا بينا نشوف الطريقة. معايا كوبايتين ميه ضفتهم في قلب الحله وسبتهم لحد ما غلوا، ومعايا كوبايه مكرونه ضفتها في قلب الحله، وبعد كده هبدا اقلب المكرونه بالشكل ده وهنسيبها على نار متوسطه. تمام. وبعد كده حبايبي الخطوه اللي جايه هغطيها لحد ما تاخد غلوه، وبعد كده هنرفع الغطا. وشفتوا المكرونه بدأت تستوي ازاي؟ وهنفضل نقلب كل شويه عشان خاطر المكرونه متلزقش في قعر الحله. وفي الخطوة دي هنبدأ هنا زي ما حضراتكم شايفين هنهوي الغطا شوية، وهبدأ ارفع الغطا الحلة، وكده وصلت لشكل المكرونة المطلوب، بتبقى مستوية زيادة عن اللزوم. وفي الخطوة دي هنبدأ نرفع الحلة من على النار. الخطوة اللي جاية معايا كيلو لبن اسمها نصين زي ما حضراتكم شايفين كده، ومعايا كوباية سكر، ومعايا فانيليا سايلة، ومعايا كوباية الا ربع من النشا. والخطوة اللي بعد كده هجيب المكرونة اللي انا مطيباها على النار وهضيف عليها اول نص كيلو من اللبن. والخطوة اللي بعد كده هضيف كوباية السكر. تمام، هي كوباية السكر بتبقى حلوة قوي، بيبقى سكرها مظبوط. وبعد كده هضيف كوباية الا ربع من النشا. تمام. شفتوا لحد دلوقتي الخطوات سهلة وبسيطة ازاي، ومكونات بسيطة جدا. بعد كده هضيف شوية فانيليا سايلة تدي طعم حلو قوي للعزازية. وبعد كده هقلب كل الحاجات دي في قلب بعض زي ما حضراتكم ما شايفين كده. تعالوا بقى بعد كده نضرب كل الحاجات دي، وانا هنا معايا هاند بلندر هضربهم كلهم في قلب بعض. ولو عندك خلاط ومش متوفر عندك الهاند بلندر عادي ينفع كل الحاجات دي في قلب الخلاط، ما تقفيش على حاجه. وكده بعد ما ضربنا كل الحاجات في قلب بعض، والخطوه اللي جايه انا معايا هنا حله فاضيه. تمام. وبعد كده معايا مصفى وهضيف فيها الحاجات اللي احنا ضربناها. تمام. اهم حاجه ان احنا لازم نصفي الحاجات دي كويس قوي بالمصفى زي ما حضراتكم شايفين كده. بصوا بقى، شايفين انا هنا بعد ما صفيت كل الخليط اللي اتضرب اتبقى ايه معانا في المصفى؟ اتبقى معانا لسه دي مكرونه. انا هنا مش هرميها، انا هنا هضيفها في قلب الحله تاني وهزودها شويه لبن وهرجع اضربها تاني. تمام. بعد كده زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، انا شفتوا هنا بضربها تاني بالهاند بلندر ازاي. ولو حابين تضربوها في الخلاط مفيش اي مشكله خالص، تنفع. بعد كده يا حبايبي الخليط اللي احنا ضربناه اللي هو الباقي المكرونه اللي احنا صفيناها، هجيب الحله الاولانيه اللي احنا صفينا فيها، هبدا اضيف بقى الخليط التاني. انا في المرحله التانية هنا مش هصفيه، لان احنا الشويه اللي كانوا باقيين احنا ضربناهم كويس قوي لحد ما نعموا. بعد كده هقلبهم بمضرب سلك زي ما حضراتكم شايفين كده. وبعد كده هضيف النص كيلو اللبن التاني، عشان احنا كنا في اول فيديو قاسمين الكيلو اللبن نصين، ده بقية الكيلو اللبن. تمام. وهنبدأ نقلبهم كده كويس قبل ما نرفعهم على النار. بعد كده في الخطوة دي هرفعهم على النار، هو ما بياخدش وقت طبعا. وهنا في المرحلة دي نفضل نقلب تقريبا مستمر عشان خاطر القعر ما يلزقش فيه. وفي الخطوة دي بقى يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده ما بياخدش معانا اي وقت. وهنا القوام بدأ يتقل معانا زي ما حضراتكم شايفين، لحد ما نوصل للمرحلة البقبقة دي كده. تمام. هنرفع الحلة من على النار. طبعا انا هنا مجهزة صينية البيتزا، دهنها يا دوبك بس دهنة سمنة بسيط، والخليط وهو سخن كده لازم نضيفه بسرعة في قلب الصينية. تمام. شفتوا عشان خاطر ما ينشفش. وفي الخطوة دي لازم نهبت الصينية كده على الرخامة عشان خاطر الخليط يتسوى في قلب الصينية. وفي الخطوة دي احنا بنسيب كده الصينية زي ما حضراتكم شايفين كده، سبتها شوية على الرخامة لحد هنا الخليط ما شف عامل طبقة كده من الوش. وفي الخطوة دي انا معايا معلقة سمنة هنا مسيحاها، وببدأ ادهنها كده على الوش بالراحة عشان خاطر ايه؟ الوش ما يتبهدلش مننا. تمام. زي ما انتوا شايفين كده بنبدأ نوزع السمنة بالشكل ده. تمام كده يا حبايبي. وبعد كده الخطوة اللي جاية زي ما انتوا شايفين كده انا معايا هنا شربات بدهنه على الوش برضو، وهو ده السر اللي بيخلي وش العزازية معانا تبقى مكرملة واخدة اللون الحلو ده. تمام كده يا حبايبي. وبعد كده هنبدأ بقى ندخل هنا معانا العزازية تحت الشواية، وكده بعد ما اخدت اللون الجميل ده، شايفين لونها طالع قد ايه تحفة؟ وشايفين اللمعة دي؟
من دهنة السمنة والشربات. وبعد كده يا حبايبي في الخطوة دي انا هدخل العزازية هنا التلاجة لمدة ساعتين، تمام، قبل ما نقدمها. يلا بينا ندخلها التلاجة كده يا حبايبي. بعد ما طلعتها من التلاجة بعد ساعتين، شايفين شكلها بقى متماسك ازاي اكتر؟ شايفين الجمال؟ وطبعا هستنى رأيكم، وتنزلوا دعموني باللايك والاشتراك، وبألف هنا.